وقف تقديم. تقدر تقولي انت هتفضل كده لحد امتى؟ سايب نفسك وعمال تضيع في وقتك وعمال تبكي على الشخص اللي سابك وعمال تقول انا انسان نحس ما اناش محظوظ في الحياة وانا فقر. هتفضل كده لحد امتى؟ ما تقوم يا ابني، قوم اشتغل وتحرك. مش عيب انك تغلط، والله ما عيب انك تغلط، ما كلنا غلطنا. انت غلطت عشان تتعلم من غلطك، انت غلطت عشان تشوف الحياة بشكل تاني بدل الشكل اللي انت شايفه ليها ده. لكن انك تستسلم لا، انك تيأس لا، انك خلاص تقول ما هي خربت وباظت لا. كلنا بنمر بالظروف دي. فأرجوك، الموقف اللي حصل ده اللي انت شايفه أثر فيك قوي ده حصل عشان يخرج منك الحاجة الحلوة اللي جواك. الشخص اللي سابك ومشي ده مشي عشان هيجي مكانه شخص أحسن منه. الموقف الوحش اللي حصل ده حصل عشان يجي الأحلى منه. فأرجوك ما تيأسش وما تستسلمش لليأس